هذا الليل، هذا غدوه الصباح لايف ديال العادي، ديال التوضيحات. هذا لايف حسبوه لايف ديال استملاحات سرواليه من قاعي مدام ارشيفيه، مدام زنطيطيه. هذيك دابا مابقاوش تعيطوا لها، زنطيطيه هذيك غير مزنطه، من الصباح كتزنطط على عيب. دابا راه قلباتها. ولكن انا كتبت واحد التعليق لخويا المنافق والجوج، قلت له لقد انقذنا انسانا قبل فوات الاوان، لان كانت غتضيع تموت شي ليله. دابا تقدر تموت في النهار مع اللايف، ماشي مشكل يلحقوها الناس. المهم حنا كنديروا خدمتنا وانسانيين. راه بنادم باش يدير واحد ما كاينش شي واحد ما عدا السليمه. هذوك اللي كيكونوا كيلعبوا الالعاب وكيلعبوا، هذوك هما اللي كتلقاهم كيديروا اللايف فيه مثلا 12 ساعات 24 ساعه، ولكن كيكونوا كيشربوا الريد بول، كيستعملوا لا دروغ، كيكونوا في شكال هذوك. ولكن هادي في هذا السن هذا راه في اي لحظه طيح، في اي لحظه تسخف في اللايف وتموت وهي ما كديرش حتى بعدك نشوفوها بالكاميرا مخبيه. دابا انا كنعطي بعض المرات السيناريو فين غتكون جالسه، واش في كرسي؟ ما يمكنش، لان الكرسي بهذاك السن غيكون صعيب على ظهرها. غتكون ناعسه 100%، غتكون ناعسه ودايره اللايف في الكمبيوتر. خصني نحلل، خصني نشوف حتى كيفاش جالسه هاد السيده، كيفاش كتجلس، واش كتمدد، واش كتطلق ظهرها على 90 غراد، ولا كتمدد كاع ناعسه ودايره في السقف التلفازه، سايره شاريه هذاك لابارات اللي كيبين في السقف. لان ما يمكنش تكون جالسه نص ساعات، من المستحيل. وما كنسمعوش التقرقيب، ما كنسمعوش يعني الكوزينه، نقولوا سي على اللايف وكتخدم في الكوزينه ولا يعني وما عندهاش الحيوان، لان ما كتعملش كاسي هو يعني كتهز الكلب وتخرج به. يعني خصها حتى هذه نبحثوا معها. ما هي كتبحث على عباد الله في اللايفات، حنا غنبحثوا لها كيفاش تكون جالسه. حنا غنبحثوا معها. دابا غنولي خدمتي انا كيفاش الجلسه، واش جالسه على 90 درجه ولا طلقه ظهرها كامل ومعليه رجلها باش يمشي يسيركولي الدم من الرجلين للكرش ويدخل للظهر. لان داكشي كامل العوامل تقدر تؤدي بوفاه الشخص. في 12 ساعات جالس 90 درجه غيحرقك الدار وانت ستيني. يعني اش غادي يكون في نظركم؟ غادي السؤال يبقى لكم الاخوان، جاوبونا في التعاليق.